السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، وكنعتذر على التأخير ديال الحضور ديالي على السوشيال ميديا. المهم غنشارك معكم هذا الفيديو هذا اللي شحال من لقطه ما صورتش، ولكن ماشي مشكل. المهم في الاخر راه باين الطبق اللي غادي نصاوبو. هنا خديت العطريه كما كتشوفوا فيها الملحه، سكينجبير، الخرقوم، شويه ديال الثومه، ما كنديروش الربيع. المهم غديري شويه ديال راس الحانوت، واللي حامله ولا كتوحم ما تستعملش راس الحانوت او الحلبه لان ما مزياناش ليهم. غادي نضيفوا واحد شويه ديال باش غادي نخلطوا العطريه ونرقدوا فيها الدجاج اللي غنصاوبوا اللي غنطيبوا. المهم ما تصورت ليش اللقطه. هنا غادي تشوفوا من بعد ما شرملت الدجاج غنديرو في الكوكوط وغنضيف عليه واحد الكميه ديال البصله، وهذاك الشيء اللي شط ليا من الشرموله كنزيدها في على هذاك الخليط، وكنزيد شويه ديال العطريه. المهم حسب الذوق ديال كل واحد. هنا من بعد ما غندير البصله غنضيف واحد جوج كركوبات ديال الثومه اولا وحده على حسب الذوق ديال كل واحد، ولكن هذاك هو السر ديال البنه ديال الرفيسه، هو الزيت البلديه والثومه والحلبه وشويه ديال راس الحانوت. صراحه كتجي رائعه في المذاق وحتى في المنظر. المهم تزيان على حسب كل واحد والجهد ديالو. هنا غادي ناخدو عاوتاني. المهم من بعد ما درت ليها الماء وغطيتها وخليتها كطيب على النار متوسطه، خديت العدس اللي كنكون مرقداه من قبل واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه في الماء، كنغسلو ونستقطرو، كنضيف ليه العطريه كما كتشوفوا بحال اللي كتنصبي العدس ديالك، غير هو ما كدير لا مطيشه لا بصله، غير بوحدو. من بعد ما كيقرب يطيب كنضيف عليه واحد شويه ديال المرق ديال الدجاج، وكنخليه كيطيب فيه حتى كينشف، يعني كيبقى شاد راسو ما كيبقاش مفسخ. هو طيب ولكن شاد راسو به. كنزوقوا هذا الطبق ديالنا. الحلبه حتى هي كنغسلها ومن بعد كنسلقها حتى هي بوحدها، كنضيف ليها واحد المعلقه واحد المغرفه هكا ديال المغرف اولا جوج اللي غيطيبوا لينا هذيك الكميه ديال الحلبه اولا العدس. من بعد حتى كيصدق يشربوا مزيان، كتبقى غير ديك المريقه هكا خاطره صافي كنعزلوهم. هنا غادي نصاوبوا الكاشير ديالنا اللي غادي نزوقوا به الطبق. خديت 3 ديال البيضات مع 4 ديال الكبيدات، درت شويه ديال الربيع، المهم واحد المعلقه كبيره ديال السميده رقيقه باش هنا راه معلقه كبيره تقريبا يعني المهم شويه ديال الملحه وشويه ديال راس الحانوت صافي، وكطحنيهم في مولينيكس وكتكبيهم في هذا ديال السيليكون، وكديري الماء في الطاوه وكتحطي عليهم هذا ديال السيليكون بشكل ديال السميه ديالو. المهم اعتذر. صافي كنشعلوا الفران ديالنا كنخليوه سخون، من بعد كنحطوا الطاوه وكنقصوا ليها البوطه بحال اللي كطيبي الكيكه، لان ما كياخذش بزاف ديال الوقت، راه في الساعه كيطيب. من بعد ما كيطيب كنحيدوه من السيليكون. صافي كنكونوا كنصاوبوا هذا التريد ديالنا اولا كيكون عندنا موجد. هنا راه ما صورت لكم الطريقه كيفاش كنصاوبوا التريد، ولا كنتو بغيتها غادي تكتبوها لي في الكومونتير نوري. المهم نصاوبوا التريد ديالنا غادي نطيبوه، من بعد كنقطعوه بالمقص صافي، وكنديروا المرق في الطبسيل. من بعد ما كيطيب كلشي، فاش كطيب الدجاجه حتى هي كنحمروها في الفران كندهنوها. الا كانت بلديه ما كنحمروهاش، اولا الروميه كنحمروها صراحه باش ما كيبقاش فيها ديك الزفوريه ديال سميتو، واخا كتعطيو داكشي. المهم كتبغيها تكون محمره باش كتجي حتى في المنظر زوينه. اما البلديه صراحه راه بنين هو الراسو. المهم كما كتشوفوا انا راه طولت عليكم شويه الفيديو، كثرت عليكم الهضره وسمحوا لي لان قلت لكم راه مده هذه ما صورت، مده هذه ما تقابلت مع الكاميرا، جاني شويه ديال الارتباك. ايوا المهم على بركه الله، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تبعوه حتى الاخير. واللي ما فهمت شي حاجه اولا خاصها شي حاجه ممكن تكتب لي في التعليق وانا نجاوبها، اولا نعاود الفيديو من جديد نصاوب الرفيسه من الاول حتى الاخير بالتريد ديالها والطريقه كيفاش كنزوقوها. المهم كتزوقيها اما بالتمر ولا بالشريحه اولا سميتو المشماش هكاك. المهم كتسلقيهم. انا زوقتها بهذا التفايه، صابت التفايه زوقتها بالتفايه، زوقتها بالعدس اللي سلقت، الحلبه درتها في طبيصلات، شنو اخر، التمر درت فيه الكركاع او اللوز على حسب المتوفر ديالكم. وهذا ما كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما نطولش عليكم وسمحوا لي بزاف. ما تنساونيش في التعليق ديالكم الزوينين واللايك للفيديو باش يطلع باش يوصل للاخوات كاملين.
وما تنساونيش في لي زابوني، وشاركوا الفيديو مع جميع الاصدقاء ديالكم والعائله. هذا هو الطبق ديالنا كما كتشوفوا. واخا المهم ما قلت لكمش بالتفاصيل، راه باين، المهم الفيديو راه شارح راسو في الاخر، راه باينه رفيسه كما جايه. والله العظيم ما شهيتكم فيها، راه بنينه صراحه. هذاك هو الكاشير اللي قلت لكم صابونه في هذاك ديال السيليكون، راه مشات لي السميه لي حد الان ما بغاش تخرج ليا. الحلبه درتها في طبيصلات بوحدها على باش اللي ما بغاش ما ياكلهاش، كياكلها غير اللي بغات. فهي كما شفتوا في الجناب درت البصله مع الزبيب. زوقت بشويه ديال اللوز، حمرته